اليوم نعلمكم كيفاش تحترفوا في صنع الفوكاشيا بترتيب عالي، كيفاش تجيكم عمرا بابل خفيفه ومتقوبه لداخل، وراح نزيد لك كامل اسرار نجاحها. الشرط والسر الاول هو فارينة ماما لاتيه 45. حطيت 500 غرام وراح نزيد 400 غرام تاع الماء اللي نحيت منهم 50 غرام، خلطتهم وخليتهم نص ساعه. راح نزيد 7 غرام تاع الخميره، ومن هذوك ال 50 غرام تاع الماء اللي نحيت راح ندي غير شويه باش نحلحلها وندخلها مليح في العجينه. نزيد الملح وندوبو بوش بقى لي من الماء. كي ندخلو مليح في العجينه نحط مغرف كبيره تاع العسل وحوالي 3 مغارف زيت زيتون، ندخلهم مليح، نغطيها ونخليها ترتاح نص ساعه. ودرك نبلل يدي ونبدا ندير المدوطي كيما راهو موضح في الفيديو. راح ندير 2 مرات ولا 3 مرات بين كل واحد 20 دقيقة، وفي الأخير راح تلقاوها مفخفخة وتترعد يا مولاي. لتما راح نفرخها ديريكتومون فوق السميد يكون أرطب. أنا كيما راهي نزيد نقلبها وبعد نرفدها. اذا كنتوا خايفين رشوها غير بسميد من الفوق ورفدوها فوق السنيوه اللي رايحين طيبوها. لازم تكون مفرشه بالبابي كويسون. درت عليها زيت زيتون ولحقت اللحظه الحاسمه اللي هي نديروا الثقوب بصبعتينا. زينوها كيما حبيتوا. ندير لها الملح من الفوق ونطيبها على 180 درجه، من الاحسن تكون المروحه 25 دقيقه لنصف ساعه. تلقاوها طابت لكم كيما هكا. وشوفوا لي الجمال. النتيجة قدامكم. نخليكم نتوما تمدوا لي رايكم. إلى وصفة أخرى. سلام.